متابعينا الكرام، اهلا بكم معنا من جديد في تغطية جديدة لكرة اليد بمدينة جرسيف وبالقاعة المغطاة. هذه اللعبة التي اصبحت معشوقة الجرسيفيين بامتياز، والرياضة رقم 1 بالمدينة. لقاء السبت برسم الدور الثاني لكرة اليد جمع بين الفريق الجرسيفي حسن يد جرسيف لكرة اليد وجاره توريد 44. هذا اللقاء لم يجد الجرسيفيون معاناة طويلة أو عناء من أجل تحقيق نتيجة الفوز، لا سيما وأن الفوارق التقنية الفنية والبدنية لصالح الجرسيفيين الذي يضم لاعبين كبار محترفين المستوى العالي. وأمامكم اللاعب الدولي خالد الفيل بروعة يسجل هدفا الجرسيفيين. نادي توريد 44 هو الآخر بصم على لقاء جيد واعتبره لقاء استعداديا بشكل ممتاز لمباريات السد التي سيجريها من أجل بلوغ القسم الوطني الممتاز، حيث سيواجه نادي توريد 44 كل من خنيفرة ونادي طلبات تطوان. وأمامكم هدف جميل للتوريديين. إذن كل متمنياتنا للفريق التوريدي ببلوغ القسم الوطني ممتاز، ولما لا إن شاء الله السنة القادمة تكون الجهة الشرقية ممثلة ب5 فرق كاملة في القسم الممتاز. إذن شوط المباراة الأول عرف سيطرة الجرسيفيين، يعني ولولا الثقة الزائدة في النفس لكانت نتيجة كبيرة وعرض مما كانت عليه. الفريقان معا سجل أهدافا جميلة. هذا اللقاء أشرك المدرب التونسي جلال بن خالد مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، ومن أبرزهم اللاعبين الجرسيفيين الذين بدأوا شيئا فشيئا يتأقلمون مع أجواء المباريات مستوى العالي، وسيكون إن شاء الله لهم مستقبل كبير في هذه اللعبة. أمامكم إلياس حاتمي يسجل هدف بعد مرتد سريع. النقطة السوداء في اللقاء وهي التحكيم، فهؤلاء الحكام يعني كثيرا ما يشكلون عبئا على الفريق الجرسيفي عندما يؤطرون مبارياته. للأسف التحكيم كان ضعيفا وكاد أن يتسبب في مشاكل لولا الروح الرياضية العالية التي اتسم بها الفريقين واللاعبون جميعا والمكتب المسير. إذا تواصلت مجريات اللقاء، وأمامكم تدخل لعبد الرحيم شوحو. في بداية اللقاء كان لاعب تليجا كحارس مرمى وقدم مباراة جيدة، وبعد أخذ ورد مع الحكم أشهر في وجهه البطاقة الحمراء بعد أن ارتكب الحكم أخطاء كثيرة في هذا اللقاء في حق الجرسيفيين التوريديين. إلياس حاتمي بروعة يسجل هدف رقم 20، وانتهاء الشوط الأول ب20 مقابل 14. شوط المباراة الثاني في نفس الاتجاه نفس المسار، سيطرة قوية للجرسيفيين، أهداف كثيرة. أصدقاء اللاعب الدولي خالد الفيل قدم مباراة جميلة. أمامكم لاعب زكريا زرياحي بسهولة يسجل هدفا جديدا للجرسيفيين. مرة أخرى مرتد سريع للجرسيفيين، وجدي بريك وإلياس حاتمي بروعة، هدف جديد مرة أخرى للجرسيفيين. النتيجة أمامكم على بعد 5 دقائق من نهاية المباراة، 31 إصابة للجرسيفيين، 20 هدفا للتوريديين. المدرب التوريدي لم يهدأ له بال، ظل طيلة المباراة ينصح لاعبيه ويوجههم، وكان يريد من هذا اللقاء أن يكون استعدادا قويا لباقي المباريات. أمامكم هدف رائع جدا لاعب جرسيفي إلياس بعلي، ولروعته نعيده أكثر من مرة. تواصلت مجريات اللقاء إلى نهايتها بفوز كبير وكبير للجرسيفيين، وكان بإمكان أن تكون النتيجة أكبر. على كل الفريق التوريدي لعب مباراة جميلة، ونتمنى له التوفيق في باقي مشواره على أمل أن يكون من فرق قسم وطني ممتاز. هذه آخر محاولة في اللقاء، رمية 7 أمتار نفذها حارس التوريديين، ونهاية اللقاء بتفوق واضح للجرسيفيين وتأهلهم إلى الدور القادم منافسة كأس العرش بحصة 35 مقابل 25. هنيئا لحسنية جرسيف بهذا الانتصار ومزيدا من التألق في باقي مشوارها، وكل متمنيتنا كما قلنا للتوريديين ببلوغ إن شاء الله القسم الوطني ممتاز. متابعينا الكرام، نتمنى لكم فرصة ممتعة، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.